السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب الغاليين؟ طبعا وحشنا كتير كتير. نصلي على الحبيب المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا محمد، عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف النهارده فطارنا هيكون ايه مع مطبخ مشمشه مع العائله. يا ترى يا مشمشه النهارده هتحضر لنا ايه ولا هتفطرينا ايه؟ ورمضان كريم كده علينا جميعا يا رب اللهم امين. هنعمل فطار خفيف لذيذ ما فيهوش حاجات كتير، وفي نفس الوقت تحس ان هو فطار المطاعم. ازاي يعني المطاعم؟ يعني انت بتتكلمي ازاي؟ قلت لكم والله العظيم فطار خفيف جميل بسيط، وتحسي بالظبط ان احنا في مطعم بالظبط. طب هتعملي لنا ايه؟ هعمل لكم النهارده، استنوا قبل ما اقول لكم هنعمل لكم ايه، ادونا الاول كده لايك، كده انزلوا كده تحت كده وادونا لايك، يلا ادونا لايك. بعد ما تدونا اللايك بتاعكم الكريم الجميل بتاعكم الحلو ده، هنعمل ايه؟ هقول لكم. انا هعمل النهارده طاجن بطاطس باللحمه. طاجن بطاطس باللحمه، طاجن بطاطس باللحمه خفيف وجميل وهادي ومش ما فيهوش حاجات كتير، وسريع سريع هيلحقنا في رمضان. لو عندنا اي حاجه ومستعجلين هنحطه في الفرن والسلام عليكم. تعالوا شوفوا الطاجن ده انتوا بتاكلوه بره في المطاعم بكام. شوفوا انتوا بتاكلوا طاجن البطاطس في المطاعم بكام. احنا هنعمله في البيت وبطريقه خفيفه وجميله وسهله وسريعه كمان. هتعملي ايه يا مشمشه؟ هقول لكم. مقادير بسيطه جدا وخفيفه. انا معايا هنا البطاطس، انا هنا مقطعاها حلقات. سلقه لحمه نص سليق اهيت، نص سليق. اللحمه فيها سمين شويه عشان تطلع سمنتها كده وتظبط حالها وتعمل تخديعه في قلب الطاجن اللي احنا هنعمله فيه. وكمان معانا هنا بصل شرايح، بصل شرايح. معانا هنا عصير طماطم. طبعا بهاراتنا خفيفه خالص، انا ما بحبش البهارات الكتير، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمان بهارات لحمه وملح زي ما قلت لكم، وشويه سكر كده، شويه سكر شويه سكر. طب هنعمل ايه بقى يا مشمشه؟ الاول هنسمي كده بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف احنا هنعمل ايه. انا معايا هنا البصل، هتاخد كل حاجه كده في جنب. معايا البصل، هجيب البصل هحط عليه شويه فلفل اسمر كده مع شويه ملح اهو، شويه ملح. طيب وايه كمان؟ هحط هنا كمان شويه ملح، حط هنا شويه ملح. هنحط دي على جنب ثواني عشان يبقى ايه، نخلص حاجه حاجه. هنحط هنا زي ما قلت لكم اهوت، حطينا هنا شويه ملح. نعادل نفسنا في الملح، وما تخافوش لو الملح جه زياده، ما تخافوش. ليه؟ لان البطاطس ذات نفسها يعني لما بيكون الاكل ملح شويه، انا بجيب بطاطسايه وبحطها في قلب الاكله، البطاطس بتمتص الملح. حطينا هنا شويه ملح كده بس كمان هم حلوين. وايه تاني؟ شوفوا معلقه سكر كده بتدي تسكيره حلوه قوي قوي للاكل، يعني مع نص ربع معلقه سكر صغيره بتدي تسكيره وفي نفس كمان الوقت للحموضه. وعندي هنا بابريكا، وهنا بهارات اللحمه مش كتير برضو قوي. طيب هتعملي ايه بقى كده؟ هنقلب الخلطه اللي انتوا شايفينها الحلوه دي اهو، نقلبها كويس بسم الله. قلبناها حلو، جميله شكلها حلو اهي. واحطها على جنب، حطها على جنب، حطها على جنب. نحاول نعمل ايه الحاجات اللي هي ايه دي كده يا جماعه. كل شيخ وليه طريقه. طيب بعد كده زي ما انتم شايفين معايا كده، هجيب نتاخد كده، هنجيب البطاطس معانا اهيت. وطبعا انتم شايفين ان انا عامله البصل كده. طبعا لازم بقى استخدم ايدي، تستخدمي ايدك افرك كده البصل كده الطرنشات الحلو ده كده. يا سلام بقى، هو طالع بقى على عينيا كده وهنعيط بقى دلوقتي ربنا يستر اهو. نعمله بايدينا العامله دي يا جماعه، احنا غاسلين ايدينا الحمد لله ايدينا نظيفه. هناخد بقى كده نحط هنا ونقلب، نقلب كل ده في بعضه. نقلب البطاطس مع البصل، ما نخليش حاجه، اقلب البطاطس مع البصل. هقلب طبعا، اكمل تقليب بايدي، هجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بعد خلاص ما اتاكدت ان هو كله كده دخل في بعضه كده، هنعمل ايه؟ هاخد بعد كده وهجيب، رجعت لكم تاني وجبنا الطاجن معانا اهو. هنجيب بقى البطاطس ونحط كده، نوزع كده البطاطس في قلب الطاجن. مش الطاجن ده لوحده بس اللي هنعمله، لا احنا كمان هنعمل طواجن كده حلوه كده صغننه كمان عشان ولادنا بيحبوا، ولادي بيحبوا الحاجات دي، انا ولادي بيحبوا الشغل الجامد ده اهو كده.
واللحمه ابدا برضك اوزع فيها، احط دي هنا وابدا اوزع في اللحمه واقلبها كده معاها عشان برضك اللحمه تنزل هنا وتتشرب. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، بعد ما ظبطت الدنيا وعملت الطواجن اهيت وحطيت في قلبها البطاطس، تمام، حاجه خفيفه وسهله وسريعه ما خدتش من ايدينا حاجه. هبدا بقى الصلصه بتاعتنا الحلوه، شايفين شكلها وشايفين لونها اهوت. هننزل نسمي كده بالرحمن ونوزع بسم الله. شايفين انا وزعت الطماطم اهيت، واحاول ان انا ادخل الطماطم هنا وهنا كده في النص كده. اتاكدت تمام ان هي دخلت، هبدا ان انا اقفل بقى عليهم، بس انضف بس اللي وقع مني. هبدا ان انا اقفلها بورق الفويل اهو، احكمها حكمه كويسه. نكمل كده بالرحمن. ونقفل عليها، نقفل عليها كويس كده. شايفين طاجن البطاطس قفلنا عليه، قفلنا عليه وكده بقى تمام التمام اهو. ناخد اللي بعده. زي ما قلت لكم هناخد طواجننا العسل ديت على الفرن على طول وهنسويها وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا بينا ندخل الطواجن الحلوه الجميله دي على الفرن ونسمي كده بالرحمن. يلا. وخلاص خلصت اكلتي، تعالوا ما نشوف الوضع ايه والدنيا ايه في قلب طاجن البطاطس. خليكم معايا بس عشان اوريكم. نفتح كده ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم. واو 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 واو، بصوا شايفين الشكل والحلاوه والشقاوه، بجد 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 احلى من بره بكتير جدا جدا. اكل البيت يا جماعه حاجه تانية حاجه. شايفين المنظر؟ لا 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 لا، شايفين الشكل؟ شايفين شكل اللحمه والدخان اللي طالع؟ ولا تقولي طواجن بره ولا شغل بره، مفيش احلى من الشغل البيتي بتاعنا الحلو الجميل. اكلنا الحلو احلى من بره بكتير. زي ما انتم شايفين حضرت فطاري خلاص. معانا كده طبق السلطه الحلو الجميل ده، نتاخر كده عشان طبق السلطه بتاعنا اللي مزوقينه ومدلعينه زي ما بيقولوا اهو. وكمان كوبايه العصير الطعمه، عصير فراوله بقى، العصير اللي عندك حطيه واعمليه كده تمام تمام تمام. طب هناكل من غير رز ولا ايه؟ مش لا مش هناكل من غير رز طبعا. اكيد في طبق رز كمان معانا، وعملنا طبق الرز كمان، يبقى اكلتي خفيفه جدا جدا جدا. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين فطار النهارده خفيف وحلو، ولا فطار المطاعم، بجد حاجه جميله قوي. اتمنى ان شاء الله ان انتوا يعني تعملوا النهارده فطاركم دوت حاجه سريعه وحاجه خفيفه. اللهم تقبل صيامنا، اللهم امين يا رب العالمين، وتقبل صيامنا وصيامكم يا رب. خلاص حاجات بسيطه وداخلين على المغرب، وشايفين الدخان والهيصه اللي احنا عاملينها دي حاجه تجنن. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حبايب قلبي لو اول مره تخشوا قناتي قناه مطبخ مشمشه مع العائله، يا ريت تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حبايب قلبي طبعا ما تنسوناش باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا بيه. رعايه الله وحفظه مع احلى واطعم طاجن بطاطس. مع السلامه، سلام.